شاب بيحكي إنه فضل متخاصم مع صاحبه 4 سنين، وجه اليوم اللي قرر يروح فيه يصالحه. فضل يرتب كل الكلام وكل العتاب، وفي أذان الفجر سمع اسم صاحبه بيتنادى عليه في المسجد. من الصدمة كان هيتشل، فضل يعيط ويقول يا ريتني كنت صالحته من أول يوم اتخانقنا فيه. واحد اتخانق مع عمه وساب لها البيت ومشي 4 شهور، لا يعرف عنها حاجة ولا هي تعرف عنه حاجة. ويوم ما قرر يحن عليها ويرجع لها، أهل المنطقة قالوا له إن هي ماتت من حسرتها وقلقها عليه. جري زي المجنون على قبرها ووقف يعيط قدامه بالساعات ويقول لها ارجعي لي ولو دقيقة واحدة صالحك فيها، أشوفك، أحضنك، ألمسك ولو لمرة واحدة. العبرة من كل ده إننا بنضيع سنين وناس بنحبهم عشان بنخاف من ردة الفعل، أو كبريائنا بيمنعنا، أو عشان 100 أو مليون سبب ملهمش أي لازمة. انطقوا، اتحركوا، اتكلموا وقولوا كل اللي جواكوا قبل ما الوقت يعدي. عاتبوا وانسوا وسامحوا واصفوا. الزعل والله العظيم بيروح بكلمة حلوة، ضحكة صافية، لمسة ايد، حضن. مش مشكلة مين اللي غلطان، ومش مشكلة مين اللي ابتدى. ابتدوا انتوا بالصلح لأن الصلح خير. ما تخافوش من ردة الفعل، لأن ممكن يكون اللي انت مستنيه هو أصلا مستنيك. انسوا الغلطة اللي بينكوا وكملوا، وما تنسوش بعض عشان غلطة، لأن التسامح هو الشكل النهائي للحب.